قبيلة بني لام من القبائل العربية الأصيلة العريقة، والتي تعد من كبريات القبائل العراقية، بل هي من كبريات القبائل الطائية القحطانية. نخوتهم العامة إخوة سعدة، وتنتشر مساكنهم اليوم في محافظة ميسان وعموم المحافظات الجنوبية والوسطى، ومنهم كثرة في بغداد. وسبب تسميتهم ببني لام نسبة إلى جدهم الأعلى لام ابن عمرو ابن طريف ابن عمرو ابن تمامة ابن مالك ابن جدعاء ابن ذهل ابن رومان ابن جندب ابن خارجة ابن سعد ابن فطرة ابن طيب الكهلاني القحطاني، وهم من العرب العاربة. وقد وثق المؤرخون أحداثهم بعد نزوح جدهم براك ابن مفرج ابن سلطان وولده حافظ من جبل عامل في لبنان، بعد نزوحهم من اليمن إلى هذا المقر، واستقرارهم في الجنوب العراقي، حيث أصبح حافظ فيما بعد حاكما على منطقة الجزيرة الواقعة شمال الإمارة، أي إمارة الموالي، والمحدودة بجبال بشتقو شمالا، ونهر الكرخة شرقا، ونهر دجلة غربا، وبالأهوار الفاصلة بين محافظة ميسان والحويزة جنوبا. وفي السنوات الأولى لحكمه استمالت إليه عشائر كعب وكنانة وخزرج والصقور والبرواية والصرخة، فشكل قوة ضاربة للغزو وصد الهجمات. أعقب حافظ ابن براك ولدين هم نصيري ونصار، وبعد وفاته تولى ولده الأكبر نصيري الإمارة، وقام بنقل مقره إلى منطقة الشباب، وعقب ولدا واحدا فيما بعد اسمه فرج، وعقب فرج هذا أبناء 5، وهم كلهم من عبد الشاه وعبد الخان وبلاسم ومعلى وطعان. ومن هؤلاء الأخوة ظهرت تفرعات وعشائر قبيلة بني لام الطائية، ومن أبرز رؤسائهم في التاريخ الحديث المرحوم الشيخ غضبان البنية، وهو من أعلام عشائر الجنوب العراقي، وأيضا من أعلام عشائر العراق المشهود لهم، والتي يتحدث التاريخ السياسي والجهادي والنضالي عن حياتهم. يذكر أن أهم رئاسات قبيلة بني لام هم بيت غضبان البنية وبيت قمندار وبيت جوي. ومن أبرز هذه التفرعات أولا ذرية مذكور الأول، وهم بيت فالح، بيت جوي، بيت شبيب، بيت علي خان، بيت جنديل، بيت شفلح، بيت درويش، بيت سدخان، بيت عبد السيد، بيت بلاسم، بيت شميل، وبيت عبد العال، وبيت ونيس، وأيضا بيت ماجد الجنديل، وبيت داخل. ثانيا ذراري النصيري، وهم بيت يود الله، بيت عبد شاه والخميس والظاهر والحمد والطعان والمعلى والعبد خان والحويفض والبحافظ، وبيت حريب وبيت هيبة وبيت شريجي. وهناك حقيقة فروع أخرى ظهرت من صلب حافظ بن براك، وهي عشائر كبيرة حاليا معروفة على مستوى العراق، وهم بيت صقر وبيت ديوان وبيت نجم والرحمة. ومن ضراري فضل ابن لام ظهرت عشائر كبيرة لها ثقل على الساحة العراقية اليوم، وهم عشيرة الخرسان والمتارفة وعشيرة الرويشد وعشيرة المغير بطون المغيرة وآل كثير والمساعرة وغيرهم. هذا فيما يخص عشيرة بني لام وعشيرة بيت جنديل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو كل من تجيب أمك أخوك يصير، ولا كل من ملك الأجناح قام يطير. يوسف هم إلى أخوان، بس ذبه بسط البير. هاد مكانه اترك درب الغرور، وظل طرد ورا ستايا، ولا تصعد 7 بايات، اصعد باية من باية. اترك درب الغرور، وظل طرد ورا ستايا، ولا تشبك 7 بايات، اصعد باية من باية. ولا وقتك ترى وياك حط للبخت الشاي. وين اهل الغرور وين تاليها؟ حشم يسمع والصعدة 7 بايات ردت خدم تاليها. هاي اهل العراق وهاي اهاليها. عم هاي
ارجوك صور هاي رسالة ترى تاخذ العالم. هاي اهل العراق وهاي اهاليها، هاي بالإلام اهل سيف واهل دلة واهل دين واهل اخلاق ماضيها. هاي اهل الجنوب اشكال هي تشهد عليها، ثناياها وسيعة للي يمر بيها، ولو صارت مراجل ينقطع بيها. من غضبان لسه التاريخ ظل يحكي على اهاليها، من غضبان من يوم غضبان من غضبان التاريخ ظل يحكي لاهاليه. هي مسجل سولف تاريخي، 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 مسجل سولف. احبتي متواصلين وياكم ورجعنا لكم وراح ننتقل الى الشيخ شياع السكر ابو محمد، احد شيوخ عشائر بني لام، ونقول لك الله بالخير يا شيخ. الله بالخير ابو عمار، واهلا وسهلا بك وبهذه الزياره الكريمه. الله يخليك شيخنا. ايه انت تقول انا حسب ما سولفت للشيخ انه انت ما تريد تسولف عن بني لام، لا تريد تسولف على موضوع يخص كل اهالي الجنوب. ايه فيخص الزراعه، شنو اللي تريد تقوله؟ عندنا موضوع الاسعار زين مال الحبوب. احنا تعرف الكراب غالي، الحصاد طرقاعه وطاحت. زين انت بالفتره الاخيره اثرت على هو الزراعه؟ هلكتنا المرضيه، الحصيده حصيده واللي راح كل شيء ما فاد الفلاح. هسه انتم اللي تطالبونه شنو هو؟ نطالب من الحكومه ان تدعم الفلاح اي بالبذور وبالاسعار. الاسعار احنا العام ب 800 طن الحنطه والشعير ب 750، المفروض وهسه بسويته ب 650 وبسويته ب 550 و450 يسمونها الشرجيه. المفروض الحكومه اذا عندها اسعار بدايه الموسم السعر هاي المحاصيل حتى الفلاح يعرف. لو عنده قابليه يشتغل، لو عنده قابليه ما يشتغل. انت تخليه يحصد وتكسره ما يجوز. انه الحكومه تنتبه للموضوع هذا وتقضي السنه الموسم ويا الفلاحين لانه خسرانين هواي. تخلي على الاسعار القديمه وسنه الاخرى بدايه الموسم انه السعر حتى الفلاح يعجبه يزرع، اهلا وسهلا، ما يعجبه الله أكبر. احسنت. احنا ممنونين منك ابو محمد، وان شاء الله وزاره الزراعه راح تسمع هذا اللي تفضلت به، وان شاء الله تنظر بحال الفلاح وهاي المحافظه وجنوب العراق، وان تراعي ظروف الفلاح. لا حي والله متضررين السنه حيل ان شاء الله، والله متضررين. ان شاء الله يسمعون صوتك وممنونين. مشكورين ونسال الله ان يوفقهم ويستر العراق وكافه العراقيين. ممنونين. شكرا لك يا ابو محمد. مجنون. بارك الله فيك. مو كل من يبث العقال هو من الزلم ينعد. مو كل من لبس العقال هو من الزلم ينعد، ولكن من يكض سلاح شد رجله وثنى على الحد. ولكن من يكض السلاح شد رجله وثنى على الحد، الفخر لنا يطب الضجله صار الحكي والرد. خصايل بالرجال هواي، خصايل بالرجال هواي تعجز من تعد بيهم طشر الخوان، بيهم من يلم بيهم لو لفاه الضيف مثل ابو عليوي تتبشر سنونه يظل يحييهم. حشا من يسمعوا بيهم مثل وجه البوم تلقيهم، وبيهم بالفراضه ينقطع بيهم مثل ابو جاسم، وبيهم بالفراضه ينقطع بيهم. الزلم كلها زلم بس تفترج بالراي، بيهم بالعبايه يعذب اللي جاي، وبيهم مثل ابو جبار بالفراضه يونس البداي. اسمع شلون اتحزم بيت ما يحضر للكلفه، 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 شلون اتحزم بيت ما يحضر للكلفه. احبتي متواصلين وياكم، وبعد ما سمعنا وسولفنا هاي الوجهاء والشيوخ بني لام راح ننتقل الى السيد حسن الأعرجي مدير شؤون العشائر في محافظة ميسان، ونقول لك الله بالخير سيد. الله بالخير واهلا وسهلا بكم كادر العراقية الشريف الذي ينقل صوت عشائرنا بأمانة. شكرا لكم. سيدنا
احنا بما انه احنا نعرف حضرتك انه انت عقيد حقوقي في مديرية شؤون العشائر،